مساء الخير يا باشمهندس عاطف. مساء الفل. كنت عايز اسال سيادتك شويه اسئله ممكن؟ بص، يعني انا عاوز، احنا اخوه مع بعض، فمش عاوز سيادتك ولا بتاع، انا اخوك، يعني ايه تسالني على طول، ما شرف ينفعش. لينا يا باشمهندس. الله يخليك. كنت عايز اعرف حضرتك رايك في الوضع الحالي للبلاد. لا، انا متفائل جدا جدا جدا، لان مصر باختصار في جمله، مصر تنضف. يعني الحساله اللي فيها دي بتدفو، هنتخلص منها هتقوم كويسه باذن الله. طب كنا جينا من كام شهر وكانوا قالوا الاخوان في البدايه يسقط حكم العسكر. ايه راي حضرتك في الموضوع عامه يعني؟ هو انا عموما التيارات الدينيه، مش الاخوان بس، كل التيارات الدينيه دي جمله، يعني في البدايه كده احب اقولها، دول الوجه القبيح للاسلام، لان الاسلام بعيد كل البعد عن الافعال بتاعتهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان الكلام اللي كانوا بيقولوه ده كان بيقولوه على اساس يحققوا اللي هم عاوزينه، ولما حققوا اللي هم عاوزينه راحوا متحالفين معاهم، وبان ان هم ايه، ما كانش في اي من الكلام اللي كانوا بيقولوه، لا عاوز الخروج امن ولا مش عاوز اسرد القصص دي كلها. فهم متلونين حسب مصلحتهم وبس، وده اللي بيبقى بالصوره دي انسان بره الوطنيه تماما. طب هل تنطوي عنان مشاركين مع الاخوان في الجرائم اللي حصلت كلها للشعب؟ لا، انا اقدر اقول لك ان المجلس العسكري او الجيش عموما، لان المجلس العسكري ده عباره عن قيادات الجيش، والمجلس العسكري كانت مؤامره على مصر كلها، هي ثوره جميله وثوره عظيمه، هم الغرب استغلها واعوانه اللي في الداخل استغلوها علشان يسقطوا مصر، فهو تحمل الموقف ده وتحمل اكتر مما يجب. وهتثبت الايام ان اللي عمله المجلس العسكري ده عمل فوق الخيال، لان هو يعني بان للناس ان هم في تعاطف مع التيارات الدينيه دي، وفي يعني اتفاقات او شبه اتفاقات زي ما الناس مقتنعه، ان هو بالعكس هو عمل كده علشان يعريهم للشعب، والشعب يكتشف حقيقتهم من خلال الممارسه والمعايشه، من خلال البرلمان، من خلال شورى، من خلال تشكيل حكومه، من خلال رئاسه، كل ده عمليه تعريه. وبالتالي الشعب تحول من حليف للاخوان او التيارات الدينيه الى ضد ليهم وبيتخلص منه، فانا علشان كده متفائل كده. طيب وراي حضرتك بالنسبه للفريق عبد الفتاح السيسي في مواقفه مع الاخوان؟ بص، انا باختصار، الجيش المصري المعيار بتاعه الاساسي الوطن، الحفاظ على الامن القومي والشعب المصري بس. فكل ما يقال عن اي اشاعات تسيء لاي شخص من الاشخاص ده افتراء، والايام هتثبت ده، وانا متفائل جدا جدا جدا، والناس هتعرف. وانا حاسس الفتره الجايه ان الجيش هيبقى، يعني الناس هتبقى فخوره بيه كل الفخر عن قبل كده، لان حبان بقى الحقيقه دي، وباذن الله ربنا يسهل. طب والناس اللي في الفتره ديت اللي بتقول يسقط حكم العسكر، ايه راي سيادتك فيهم؟ معلش، هم برضو ناس مش فاهمه مع الوقت، يعني نقدر نقول عليهم ان هم اتخونوا او حصل حاجه يعني زي ناس كده؟ مش فاهمه، معلش. هو جمال الثوره ده ان اللي مش فاهم هيفهم بعدين، وفي ناس فهمت وغيرت موقفها، في ناس لسه مش فاهمه هتفهم مع الوقت. طب يعني هم بيقولوا يسقط حكم العسكر علشان المدرعات وايام العباسيه وايام محمد محمود وكل دوت كان الجيش هو اللي عمل كده. يعني نقول ايه يعني دلوقتي؟ بص، هو كل ده كان وراه ايادي خارجيه او ايادي داخليه عاوزه توقع الجيش عشان تعمل فتنه في مصر وتعمل حرب اهليه، لكن ربنا اراد بتكاتف الجيش والشعب المصري ان يحول دون ذلك بس. فما تقلقش، انا متفائل جدا. الجيش جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش، بعكس الشرطه بتبقى تحمي السلطه، لا الجيش بيحمي الامن القومي ويحمي الشعب كله بس. طب ورئيس سيادتك في حمله تمرد؟ حمله جميله جدا بتعكس ان الشعب مستاء من التيارات الدينيه، ده ما بتكلمش على الاخوان بس، التيارات الدينيه كلها. وانا احب اضيف جمله كده في السياق ده، ان ال6 شهور اللي احنا معتصمينهم دول من شهر 11 لغايه دلوقتي عملوا عمليه تحول في الشعب المصري، بداوا مش يكرهوا الاخوان بس، بداوا يكرهوا كل التيارات الدينيه اللي بتجري بالدين. وبالتالي انا شايف دلوقتي في الوقت الحاضر ان في تحولات زي ياسر برهامي، زي طه عبود الزمر، زي اسمه حازم، كل دول بدأوا يتحولوا ضد الاخوان علشان يلحقوا ايه، ان الشعب ما بقاش يفتك بيهم. وده شيء جميل ان هم بيتغيروا بعد ما كانوا متخيلين ان هم اللي هيصلوا على الثوره وهيصلوا على البلد، فبدأ يتغيروا. مش ممكن يكون يا استاذي ستار لاعمال تانية جايه، اعمال ارهابيه قادمه؟ لا، هم تعاريه، كله بيلحق، كله عاوز يقفز المركب قبل ما تغرق. طب ورأي حضرتك ان احنا نقدر نخلص الفترة دي في خلال قد ايه من الوقت؟ بإذن الله انا متفائل ان الشعب المصري لن يقبل باستمرارية النظام ده،
ومتفائل ان شاء الله قبل 30/6 هيكون الموضوع. شكرا يا فندم. لا، لا.